الادوار. فرحات يتوجه الى الجهه اليمنى، البحث عن توزيع، عن عرضيه، ربما مرور، عن مراوغه، عن مهاره، واحد ضد واحد، يتقدم 1-2، البحث عن بالحوى الصراع. الحكم ماذا يقول؟ الحكم بتدخل من عبد الكريم أوكالي. هل كانت فيه ركله جزاء؟ الحكم يأمر بمواصله اللعب. فيه احتكاك على كل في هذه الصورة بين أوكالي وأسامة بن حوا. هل كانت فيه ركلة جزاء؟ هل كان فيه تدخل؟ هل كان فيه لمس من مدافع النجم على بن حوا؟ أعتقد بأن في غرفة الفار في المساعدين فحص الصورة، فحص اللقطة، ثم بالحكم طبعا يستدعى لفحص اللقطة والتأكد إن كانت هناك ركلة جزاء. طبعا احتجاجات اللاعبين من جانبه إلى شاشة الفار. ربما التقدير سيكون هنا للحكم وحده دون غيره. هنا تدخل أوكالي على بن حوا، إمكانية ركلة جزاء لمودية الجزائر. الحكم يشاهد اللقطة من كل الزوايا وهو الذي يحكم. بالتأكيد سيكون سيد قراره. ماذا أعلن الحكم على بواب؟ سنشاهد. إذا ركلة جزاء لمولدية الجزائر وفرحة ماكوينا وتفاعله مع لقطة الإعلان عن ركلة جزاء. إذا لأصحاب الضيافة، أصحاب الأرض، وفرحة جماهيرية هنا من أنصار مولدية الجزائر. ركلة جزاء لمولدية الجزائر. أوكالي يتدخل والحكم يعلن عن ركلة جزاء، وأمين مسوسة يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. احتجاجات من أوكالي، يقول الحكم أنني كان احتكاكي عادي، ولكن شفنا أنه رجل أوكالي لمست رجل أسامة بن حوا، وبالتالي ركلة جزاء لمولدية الجزائر بعد مرور 8 دقائق عن بداية الشوط الثاني أمام خير الدين بوصوف. حديث بينه وبين فاتح طالح من سيتفوق في الركلة القادمة. هل يتفوق أمين مسوسة الذي نراه يحمل الكرة؟ أعتقد هو من سينفذ الركلة. هل سينفذها بن حوا أم سينفذها مسوسة أم فرحات؟ أعتقد مسوسة هو من سينفذ الركلة. طبعا الحديث بين خير الدين بوصوف، محاولة التأثير بالتأكيد على مسوسة. يتقدم الحكم يطالب بخير الدين بوصوف بالتوجه إلى المرمى. وقت كثير ضاع طبعا منذ الإعلان عن ركلة جزاء إلى غاية تنفيذها الآن. وقت كثير ضاع على بواب طبعا أن يتدخل، أن يحسم في الأمور، لأنه وقت ضائع. إذا في النهاية أيوب غزالة القائد هو من يتقدم بثبات في مواجهة خير الدين بوصوف. من سينجح؟ خير الدين غزالة أو أيوب غزالة أم بوصوف؟ بوصوف متعود في الكثير من الأحيان على صد ركلات الجزاء. هل سينجح هذه المرة أم سينجح مدافع المولودية وقائدها بتحويل هذه الركلة إلى هدف أول في المباراة؟ يتقدم غزالة. أيوب بثبات، بثقة، بتركيز عالي. ملامح الوجه في الصورة المقربة توحي بأن التركيز بادئ على أيوب غزالة. يتقدم القائد أيوب غزالة في مواجهة بوصوف. أيوب وبوصوف في انتظار إشارة الحكم على دين بواب. يتقدم أيوب غزالة، يتقدم أيوب، والهدف الأول، أول أهداف المباراة لمولودية الجزائر. القائد أيوب غزالة ينجح بتحويل ركلة الجزاء إلى هدف أول في المباراة. بداية مثالية ممتازة لمولودية الجزائر. الدقيقة 56 تشتعل مدرجات علي عمار هنا بالعاصمة الجزائر احتفاء بتقدم مولودية الجزائر بركلة جزاء هي الأولى. ينهض منير زغدود من مقعده. هنا الركلة جاءت بهذا الشكل، هذا الشريط واللقطة.
وماكوينا يقول وكان متأكدا من أن هناك ركلة جزاء، وهنا الحكم يعلن عنها، وبعد ذلك أيوب غزالة يركز ثم يتقدم ثم ينفذ بذكاء بثقة، يضعها على يمين بوصوف. هدف أول في المباراة، 1-0 صارت النتيجة، وردة فعل جماهير المولودية بهذا الهدف. هذا التقدم